ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى طريقه للبسبوسه، متجربه ومظبوطه بالشعره، والمقادير سهله ومش كتيره. يلا مع بعض كده نبدا ونشوف المقادير مع بعض على طول. اول حاجه هدهن الصينيه وهركنها على جنب. دهنه حلوه كده من السمنه. البوله بتاعتي وبقى هعاير 3 كوبايات من سميد البسبوسه او نص كيلو. ادي اول كوبايه، وادي تاني كوبايه. طبعا السميد بتاعنا يفضل يكون ناعم او وسط. وادي الكوباية التالتة، ده سميد من عند العطار سايب عادي. هضيف رشة كده من الملح. هننزل عليهم بنص كوباية من السمنة، ويفضل طبعا تكون سمنة بلدي. يعني نص كيلو من السميد او ال3 كوبايات سميد بياخدوا معايا نص كوباية من السمنة. اهي الكوباية اللي هنستخدمها هي اللي هعاير بيها كل المقادير بتاعتي. هننزل بالسمنة. نبس بقى السمنة مع السميد كويس اوي. هنغلف كل السميد ده بالسمنة. بقت زي الرمل المبلول ازاي اهو. هضيف بقى معلقتين من جوز الهند او ربع كوبايه، يعني زي ما انا عامله كده، وده اختياري ممكن تستغنوا عنه براحتكم يعني. دلوقتي هعمل المكونات السايله معاكم. هنزل بمعلقتين من عسل جلوكوز او عسل نحل او اي عسل يكون تقيل عندي يعني. كده المعلقه التانية. بعد كده باقي المقادير معايا 3 انصاص، نص من السكر ونص من اللبن ونص من الميه. 3 انصاص زي بعض. هننزل اهو. وادي نص السكر. هرفعهم على النار، اديهم بس يا دوبك تسخينه كده، ادوب الحاجات دي. بدأ يدوب معايا اهو. خلاص هطفي. مش عايزاه يسخن قوي يعني، انا بس بدوب السكر. هركنه بس شويه كده على الرخامه، مش هنزل بيه على الخليط دلوقتي اللي عندي ده. مش هنزل دلوقتي عليه، انا هستنى بس يبقى فاتر وبعد كده هننزل على الخليط بيه. بعد كده هننزل بقى بالخليط السائل على المكونات اللي عندنا كده اللي احنا بسيناها. دي اهم خطوه ناخد بالنا منها، ان احنا منقلبوش بس كتير. الصينية بقى اللي احنا بطلناها بالسمنة، وهننزل بالخليط. هوزعه بقى في الصينية. انتوا بقى لو الفرن بتاعكم مش مظبوط ومش ضامنين تسوية البسبوسة، ممكن تحطوا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني حاجة صغيرة خالص كده، رشة صغيرة. دي هتظبط معاكم البسبوسة. هساوي السطح كده بإيدي. بعد كده هنديها بقى خبطتين على الرخامة. هركنها 10 دقايق لحد ما اشغل الفرن ويسخن معايا كده على درجة حرارة 200. دلوقتي هحضر معاكم الشربات بتاعها. كوباية ونص من السكر، وادي النص، وعليهم كوبايتين ونص من المية. شربات البسبوسة بيكون خفيف. النص. عصرة نص ليمونة كده عليها. زود نص معلقة من السمنة وهرفعها على النار، وبعد ما تغلي هبدأ أحسب ربع ساعة وبعد كده هطفي عليها. هدخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 لحد ما الجوانب تحمر معايا، وبعد كده هشغل عليها الشواية. ده شكلها أول ما طلعتها من الفرن. أول ما خدت لون من الجنب شغلت عليها الشواية عشان تاخد لون من الوش. هنسقيها على طول بالشربات السخن. بصوا كده بتشرب الشربات كده ناجحة. هغطيها واسيبها بقى لما تبرد خالص. المفروض طبعا ان هي تتقطع تاني يوم مش في نفس اليوم، كل ما تقعد اكتر يكون افضل يعني. تاني يوم بقى هنبدأ نقطعها. بصوا ده شكلها بعد طبعا ما شربت الشربات وسبتها ليلة كاملة. بصوا لونها عامل ازاي.
يلا نقطعها مع بعض، نقطعها التقطيعة اللي انتوا حابينها. اطلع لكم حتة عشان تشوفوها من جوه. كده عملنا احلى بسبوسة مع بعض، جربوها وقولوا لي رأيكم.